مين فيكم يعرف ان فناننا الكبير احمد زكي عاش في العالم الموازي؟ مش بس كده، ده طلع وحكى التجربه ديت بصوته. وخليني اقول لك عزيزي المشاهد، انا مش هحكي لك التجربه او هحكي لك القصه ديت، انا هخليك تسمعها بصوت فناننا الكبير احمد زكي. وعلى فكره، وزي ما حكى فناننا الكبير، التجربه دي ما حصلتش مره واحده بس، لا دي اتكررت. وعلشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نسمع التجربه زي ما فناننا حكاها بالظبط. هل صحيح انك رأيت في نومك، شفت في نومك كأنه روحك طلعت؟ انت تاخد دلوقتي الناس قاعدين خليك في البيت وانت هتدخلنا في حته في كريدور كده، يعني مش عارف. لان انا اي حد بيتكلم في الحكايه دي ما كنتش بحاول اصدقه او اسمعه او اي حاجه، لاني بتبقى خارجه عن نطاق العقل لغايه لما حصلت لي. حصلت معايا. انا واحد من الناس لما حد يقول لي انا شفت روحي شافتني، انا ما بصدقش، حتى لو امي اللي قالت لي، حتى لو مين قال لي، حتى لما اقرا كتاب، لغايه لما مش متخيل، مش مصدق. ولما حصلت لي واجي اقولها لحد ابقى مستغرب انه ازاي ممكن يصدقني، بس حصلت لي لان انا مش مصدق اساسا. انا في يوم في الحر كده، في ظروف، كنا في اغسطس والتكييف كان عندي، وانا عندي كام سنه تقريبا، يعني في 30 كده. نعم. 32. فالدنيا حر جدا وانا نايم، والسرير بتاعي كان ليه سقف كده، قصدي مصد كده خشب. نعم. بتاع. فلقيت ونايم ومش واكل ونايم ولا مفيش حاجه يعني غير. فلقيت زي ما انت تبقى قاعد كده وحاسس بذاتك، حاسس بنفسك، يعني مش ضروري تبص في المرايه، انما حاسس بكيانك يعني. فانا فجاه لقيت انا بتفرج على حاجه زي غزل البنات كده، طيف زي غزل البنات، في يعني ملامحي وجميله جدا، وبقول لك الاوضه كانت حر قوي. وشكلي يعني لطيف، حاجه زي دخان غزل بنات. بقول لك، عارف غزل بنات ده اللي هو طبعا معروف. وليه بتاع كده، واللي فوق ده شايف اللي تحت نايم بشكل كده يعني. ففجأة اللي فوق الدنيا حر، فوق ربيع، يعني الجو ربيع جدا يعني. فبصيت لقيت هنا مرتاحه جدا وجميل جدا، وشايفه حاجه متكومه عامله كده. وفجاه لقيت هذه الغزل اللي هي راسي وجسمي، بس بالشكل اللي بقول لك عليه ده. فجاه راحت داخله فجاه كده، وراحت نطراني من السرير. دخلت ازاي ما اعرفش. فلقيت ايه، لان كان ده حاجه اللي فوق شايف حاجه، مش حاجه مهمله كده. فلقيت نفسي رحت اترميت من على السرير. جهازي العصبي عمل كده، فنزلت في الشارع جري، مش عارف انا فين ولا كنت فين. نزلت في الشارع جري بحافي بالبيجامه، ورجعت تاني حطيت نفسي تحت الدش بالبيجامه، ومش عارف ايه الحادثه اللي حصلت ديت. فرحت رحت الدكاتره النفسانيين، ورحت ورحت الشعراوي. قال لي ربنا بيحبك انه وراك حاجه ما بيوراش لحد. الدكاتره النفسيين قالوا لا، العقل والمخ والمش عارف ايه، الكهرباء ايه وبتعمل ايه. ده قال لي حاجه علميه وده قال لي حاجه، وسكت. الى ان حصلت، ودي اول مره هقولها في برنامجك. فانا سكت على هذا الموضوع خالص. مرت السنين، 10 سنين كان بتجمعني مع ده بقى ابويا واخويا وصديقي، وهو طلع حتى في التلفزيون قال لي ابني الذي لم انجبه. صلاح جاهين. كان يقول انا بستغرب على ان ده، يعني ان انا جبت عيل يبقى ده ولادي يعني. طب ما في ولد انا حاسس انه ابني الذي لم انجبه. فكان صديقي، كان مع انه كان اكبر مني، كان ابني وابويا وانا. فكان في علاقه غريبه جدا، حسسني بشكل، فانا كنت مرتبط بيه بشكل فظيع جدا. فرحت اعمل عمليه في لندن. فالمهم دخلت عملت العمليه. كان صلاح جاهين ايامها بقرا في جورنال كده قبل ما اخش اعمل عمليه، فقال لك في العنايه المركزه. فقالوا في العنايه المركزه. انا نزلت اجري، كان معايا صديق عماد اديب
وواحد من السفاره وكنا بنتغدى فنزلت جري على الشارع في لندن علشان اوقف تاكسي اروح المهندسين. اختزلت انا في لندن، افتكرت ان انا نفسك في القاهره عاوز اروح في المركز، فتهت فخدوني على البيت عند عماد وابتدوا يتصلوا فهم عارفين مدى ارتباط صلاح بيا ومدى ارتباطهم بيا، فابتدت ام صلاح وزوجته انهم يطمنوني وعارفين ان انا داخل عمليه، وصلاح كان قلقان عليا وزعلان عشاني. فقالوا لي خش، لا ده هو مرهق، ده هو كذا، ده هو مش عارف ايه، وطمنوني. فعلا دخلت عملت العمليه. فلما دخلت عملت العمليه قعدوا 4 ساعات فيها. في العنايه المركزه فبفتح عيني كده، فتحت عيني فجاه لقيت نفس غزل البنات اللي كان من 10 سنين لقيت صلاح. انا فتح عينيا كده بتكوين صلاح، بس قلقه يعني زي ما يكون بيطمن عليا، وراح ايه فانا استغربت وقلت فقفلت عينيا. وبعدين دخلت تاني، خدوني وسحبوني بقى على الاوضه في لندن كلينيك وبتاع. ومش عاوز اقول لحد حاجه يعني. ابتديت ايه، لان كنت العمليه بقى ومزامته، كانوا فاتحين بطني ومزامته. فانا بصيت لقيت مكسوف اقول لحد الحكايه، لان ايه مشغول وعاوز اطمن عليه بس تعبان. وبعدين قلت ايه يمكن، فابتديت احلل مع نفسي، ما هو مش معقول راجل دين قال لي كذا ودكتور نفساني قال لي كذا. فقعدت اقول ايه، يمكن ده في اللا شعور عندي قبل ما اعمل العمليه بفكر في صلاح وتعبه، فيمكن انا تصورت، بس انا شفت زي ما شفت. وبعدين لقيتهم شايلين مني من عندي التليفون وقالوا ايه ده اصل هو القانون بتاع لندن كلينيك. فلقيت مش شايلين. وبعدين لقيتهم عاملين كريدون عليا ان انا ما حدش يخش يقول لي. فانا اقول لهم ازاي صلاح؟ يقولوا كويس، طب فين التليفون؟ اصل ممنوع. لغايه لما دخل الراجل وقال لي بلغوه الناس اللي كانوا معايا، قالوا لي بلغوا انه صلاح جاهين مات وبتاع. فالراجل دخل قال لي احنا عايزين الدكتور. قال لهم طب نستنى شويه. قال لهم معلش عشان احنا بقى تعبنا ان احنا بنحاصر الناس. فالدكتور قال لي معلش ابوك. قلت ابويا مش عارف ايه قلت في ايه؟ فقال لي صلاح جاهين مات. المهم جيت مصر وانا مش عارف ايه اللي حصل لي، مش عارف اقوله لحد، لغايه لما الجرح توائم وبتاع، والدكتور عكاشه جه زارني هناك وبتاع ونزلت مصر. ابتديت ابحث، لقيت صلاح جاهين يوم ما مات، في اللحظه اللي مات فيها كان يوم كذا، في الساعه كذا، نفس اليوم اللي انا عملت فيه العمليه، وفي نفس اللحظه اللي حصل ان انا قلت لا ده بقى لا هسال فيه كذا ولا هسال فيه كذا. وهذه اللي شفته ده هو فعلا كان جاي يطمن ان فعلا الروح ممكن توصل تطمن على اللي بتحبه وتطمن على كذا وتروح يعني. فده من ضمن اسرار حياتي، بس انت بقى خلتني اقولها، واذا كنت انا قلتها فكانت على لسان لما ناس لقوني رحت حكيتها للدكتور هنا والدكتور هنا. فبقول ان الروح ما ذكرت. انا اولا بشكرك انك يعني عم بتبوح باسرارك قدامي، ولكن انا بعتبرها نوع من عبره للمشاهدين اللي بيؤمنوا واللي ما بيؤمنوا، ولكن علينا ان نحترم ايمان الغير. وانا اؤمن معك واحترم ايمانك في نفس الوقت.